إذاعة الإسكندرية تقدم من تراثنا الشعبي جدي وجدك قالوا زمان الحواديت أشكال والوان، واحنا الليلة هنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان، فيها حلاوة أهل بلدنا ذوق ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة. فيها حلاوة أهل بلدنا ذوق ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة. حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو، حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو. بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملكوتة، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملكوتة. توتة توتة توتة، ادي معاد الحدوتة، توتة توتة توتة. ادي معاد الحدوتة. حواديت شعبية. حواديت شعبية. التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل. كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب. الغناء عبد الرزاق إبراهيم. يرويها لكم أحمد أبو العنين. إخراج خالد منيب. بيقولوا في الحواديت وما يحلى الكلام والحديث إلا بذكر المصطفى خير الأنام. بيقولوا في الحواديت كان فيه زمان راجل حطاب اسمه أبو الألباب، عاش حياته تعيس حزين القلب، محروم من الولد ومن الزوجة. على قد ما كان يشقى ويتعب، على قد ما كان الرزق ضعيف ويدوب يكفي القوت. ما كانش همه، لكن كان كل اللي همه يلاقي السعادة فين ويبعد عن قلبه التعاسة ازاي. وفي يوم قابل أبو الألباب الحطاب شيخ عجوز، اشتكاله حاله وسأله يا ترى السعادة تيجي منين؟ ايه حكايتك يا حطاب؟ عشت عمري 50 سنة وكسور، لا زوجة بتعيش لي ولا ولد ولا مال ربنا يبارك فيه. بص لأفعالك يا حطاب. أفعالي كلها لا تغضب رب ولا عبد. أمال ليه يا أبو الألباب؟ أمال أنا بسألك ليه؟ مش عشان تقول لي ليه رزقي قليل وهم كتير؟ ايه طلباتك؟ السعادة يا سيدنا الشيخ. السعادة؟ عاوز أحس بيها إن شاء الله يوم قبل ما أموت. ويا ترى السعادة فين؟ أنت اللي بتسأل ولا أنا اللي أسأل؟ بيقولوا في الأمثال من جاور السعيد يسعد. نعم، من جاور السعيد يسعد. صحيح الكلام ده ولا كلام أمثال؟ ومش صحيح ليه يا حطاب؟ طب يعني المنحوس اللي زيي لو جاور السعيد يسعد ولو جاور التعيس يتعس. طب أعمل إيه؟ دور على السعيد وجوره، يمكن ينضع عليك ويسعدك. كلام غريب والله. سألت ناس كتير، اللي يقول لي السعادة في راحة البال واللي يقول لي السعادة في المال، لكن انت بتقول كلام غريب أول مرة حد يقول لي عليه. من جاور السعيد يسعد،
من جاور السعيد يسعد. استنى، كلمني وفهمني، اجيب السعيد منين واجاوره؟ من جاور السعيد يسعد. من جاور السعيد يسعد. من جاور السعيد يسعد. ليلتها فضل كلام الشيخ العجوز يرن في ودان أبو الألباب الحطاب، من جاور السعيد يسعد، ولحد الفجر. مسكين يا أبو الألباب، صاحي وعينيك مفتحة وبالك مشغول بكلام الشيخ. ومع بداية أول النهار قام أبو الألباب من الفراش وخد عصايته في إيده وطلع من العشة يدور على السعيد اللي لو جاوره راح يسعد. وفي الطريق سمع ضحك ومغنى جايين من بعيد. قرب أبو الألباب ناحية الصوت عشان يسمع. هو في أحلى من الضحك والمغنى؟ غني غني يا كامل. تعبت من المغنى يا ريس فاضل. يا اخويا غني غني، دي ساعة الحظ ما تتعوضش. ما بتشبعش حظ يا ريس فاضل. هو الحظ حد هيشبع منه؟ انا شبعت. عشان لا مؤاخذة ما بتفهمش. انا يا ريس فاضل اصلي لو كنت بتفهم ما كنتش تضيع من وقتك ثانية. الموت قريب يا بني آدم، وقبل ما يلحقك اضحك. غني غني وسمعني. قليلي يا عيني يا عيني. الله، اهو كده الكلام. غني غني واضحك وفرفش ونعنش وانسى همومك كلها تنساك. تبوز لها تبوز لك، تكشر لها تكشر لك عن انيابها وتعضك. مش هي الدنيا كده؟ مظبوط يا ريس. طب غني. تعبت من المغنى. تبقى ما تلزمنيش، خد نصيبك بقى ومع السلامة. بتطردني؟ الراجل الكشر ما يعاشرنيش ولا يلزمنيش. يلا يلا وريني عرض كتافك. ومين هيغني لك؟ انا هغني لنفسي، هبسط نفسي بنفسي. الله، هو العمر كام يوم يا جدع؟ مين؟ مين؟ أنا أبو الألباب الحطاب. مين؟ الحطاب. حطاب؟ ومين قال لك ان انا عاوز حطب؟ أنا أصلي كنت معدي من هنا، قلت أتعرف بيك. بس كده ولا في حاجة تانية؟ حاجة إيه بس يا ريس فاضل؟ الله، وكمان عارف اسمي؟ لا، دي تبقى واقعة مش فايتة. افتح بس وأنا أحكي لك. نعم. مش تديني فرصة؟ نعم قول بسرعة. أنا أصلي راجل تعيس. وأنا مال أخويا؟ وصفولي عشان يروح مني الهم والفكر أجاور واحد سعيد. نعم أخويا. من جاور السعيد يسعد. وعاوز مني إيه؟ عاوز أجاورك، ممكن أقعد جنبك؟ لا بقى لا، دي اسمها تلاقيح. بس بالراحة عليا وأنا أفهمك، سايق عليك النبي ما ترد الباب. حكاله قصته ورق قلب فاضل لحال أبو الألباب وسمح له يسكن جنبه ويصاحبه. ويوم واتنين صبحت صداقة متينة بين الاتنين، ضحك ومغنى وزقططة وفرفشة. وما فاتش يوم عليك يا أبو الألباب مغموم أو حزين، لحد ما في يوم مسمينك في البيت. اشمعنى؟ النكد الأزلي. وانت مسمينك في البيت اشمعنى؟ هادم اللذات. طب طبلي وانا اغني لك. وغني لي وانا ارقص لك. يا هنا يا هنا يا هنا، احنا هنا يا هنا. يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا. عندك يا حرامي منك له. مين؟ عسكر الوالي؟
رد كويس يا حطاب. ما انا برد اهو يا بيه. تعرف الريس فاضل منين؟ معرفة صدفة يا امير الشرطة. من امتى؟ من جمعة بس يا مولاي. وجات ازاي المعرفة دي؟ انا يا بيه طول عمري راجل تعيس. نعم يا اخويا. طول عمري ركبني الهم والغم بعد عنك وعن السامعين. وبعدين قابلت ابن الحلال اللي قال لي يا ابو الالباب خدها كلمة تنفعك طول عمرك. وايه هي؟ من جاور السعيد يسعد. وبعدين؟ بس يا حضرة القاضي. بس ازاي يعني؟ بقول لك ايه الصلة اللي بينك وبين فاضل؟ وسبت بلدك وعشت معاه ليه؟ ما انا طلعت من داري ادور على سعيد اجاوره. ومن طلع من داره ينقل مقداره يا فضيلة القاضي. طب فين؟ فين ايه حضرة القاضي؟ فين الهبرة اللي هبرتوها يا لصوص؟ هبرة ايه؟ لقينا في العشة نص المسروق. فين الباقي؟ نص المسروق؟ هو في حاجة اتسرقت؟ هتستعبط؟ والله العظيم ما اعرف. ما تعرفش ان فاضل شيخ لصوص بغداد؟ شيخ لصوص بغداد؟ ما تعرفش انه سطى على قصر امير البلاد؟ والله ما اعرف. امال عايش معاه ونازلين مغنى ورقص ازاي؟ مش بقول لحضرتك ان انا بتدور على سعيد تجاوره عشان من جور السعيد يسعد. ما انت عارف اهو. امال بتسألني ليه؟ يا حراس امر مولاي القاضي. خذوه اجلدوه لحد ما يعترف على مكان المسروقات. ومن حرقة الجلد بكيت يا ابو الألباب، ومن حرقة الضرب صرخت على الرايح والجاي، لكن مين يشوف ومين يسمع؟ وفين وفين لما استويت يا ابو الألباب أمر لك القاضي بالإفراج. لكن بعد ايه؟ بعد ما تهد حيلك وسود ليلك. كل ده عشان افتكرت ان شيخ اللصوص هو أسعد الناس. عاشرته وسكنت معاه وصاحبته، وادي جزات اللي يعاشر الأندال. يا ترى بعد الإفراج يا ابو الألباب هتروح فين وهتجيب السعادة منين؟ تعبت والضرب خد من جسمي راق واتنين. اروح فين؟ من جاور السعيد يسعد. ايه؟ من جاور السعيد يسعد. سامع صوته، سامعه بينادي وبيقول الكلمة من تاني. من جاور السعيد يسعد. هو راح فين؟ دخلت وراه السواق اختفى ولا بان. انت يا شيخ انت فين؟ من جاور السعيد يسعد. لسه مصمم على الكلام ده بعد اللي حصل لي. ومين هو السعيد؟ شيخ اللصوص؟ من جاور السعيد يسعد. انت فين وصوتك جاي منين؟ لفت عليك الحواري والزقايق مش شايف شكلك. اجاور السعيد ازاي عشان اسعد؟ اجاور السعيد ازاي عشان اسعد؟ ومشيت يا ابو الألباب، تشيلك بلاد وبلاد تحطك في اي مكان. لساك يا ابن آدم شاغل نفسك بالسعيد اللي هيسعدك، ولو تشغل روحك بنفسك وبأحوالك هتعرف السعادة فين. محدش يا ابو الألباب بيسعد حد، ومحدش بيتعس حد، لكن السعادة يا ابو الألباب هنا في القلب. هقول لمين ومين يسمع
والحطاب واخد هدومه على كتفه وعلى البلاد دوار سواح، لسه عنده أمل إنه يلاقي حد سعيد يسعده. لكن يا هل ترى هتلاقي يا أبو الألباب؟ ايه اللي انا شايفه من بعيد ده؟ ألا ده قصر ده ولا ميدان؟ ده ميدان واسع حواليه الاسوار من كل مكان، ناس بترقص وناس بتغني وناس مزقططه. هو ده المكان. يا سبحان الخلاق، ايه الجمال ده! بتدور على حد يا عم الشيخ؟ محسوبك ابو الالباب الحطاب. عاوز حاجة؟ انا فين؟ ما تسألش. اصلي شايفكم مبسوطين. وانت ما تتبسطش ليه زينا؟ ازاي؟ خش على الميدان. اخش على الميدان؟ خش على الميدان وافتح حنفية السعادة تسعدك. افتح حنفية الرزق وشيل وحمل. حنفية السعادة والرزق؟ بتضحك ليه؟ معقول يا حلوة انت الكلام ده؟ بص حواليك وانت تصدق. الله، ايه ده الميدان مليان حنفيات كتير. الله، دي كل حنفية قاعد جنبها واحد وعمال يشرب. دور على حنفيتك واشرب منها. هشرب مية. تشرب سعادة وهنا تفرح قلبك ورزقك ما ينعد. هي السعادة بقت دلوقتي في الحنفيات والرزق بنشرب. دور على نصيبك وشوف رزقك عن إذن. استني وبعدين يلا اعمل زي ما قالت لي وادور على حنفية اشرب منها الهنا والسعد عشان اسعد. ايوه ادي حنفية. الله، هي ما بتنفتحش ليه؟ دور على الحنفية اللي عليها اسمك. اسمي؟ هو اسمي وصل عندكم هنا؟ اي حنفية ما عليهاش اسمك مش هتنفتح، صدقني. ما انا بدور اهو، مفيش ولا هنا ولا هنا ولا دي ولا دي ولا دي ولا واحدة عليها اسمي، ولا واحدة. ايه لقيت حنفية مكتوب عليها ابو الالباب اهي. افتحها واشرب واتمتع. ايه ده؟ مالها بتنقط نقط رفيعة كده؟ افتحها كمان. فتحت الحنفية على الآخر، بتنقط نقط صغيرة مش طايلها. كل واحد حسب رزقه. وانا ليه رزقي ضعيف كده؟ حظك. لا، انا هسلكها. انت حر. ايوه، ادي حتة خشب اهي، اسلك الحنفية عشان اشرب واتمتع. الخشبة اتحشرت جوه الحنفية. ايه ده؟ كده سدتها. جيت اكحلها عمتها وجيت اسلكها سدتها. حظك. حظي ده ايه؟ وش معنى انا؟ لا، انا هكسر الحظ. هكسر الحظ ودغدغ الحنفية. مجنون، كسر الحنفية المجنون. شالوه الحراس ورموه بعيد على مشارف المدينة ومعاه الحنفية المكسورة. ولما فاق أبو الألباب لقى نفسه في وسط الجبال وفي إيده الحنفية المكسورة، يعصر فيها عشان تنزل شوية سعادة ولا رزق. مهما يعمل لا عادت تنفع ولا عادت تشفع. واحتار أبو الألباب يروح فين، شمال ولا يمين، ويخط الجبال دي منين. ويوم واتنين الجوع قرصه والعطش هده وأصبح على مشارف الموت.
خلاص حموت، خلاص حموت. حلقي جف وجسمي اتهد وعقلي خاف. شايف قصادي زي ما تكون أشباح بتقرب، زي ما تكون ماسكة في رقبتي وهتخنقني. يا ريتني رضيت باللي مقسوم لي، يا ريتني استكفيت بالنقط، كان أحسن لي من العدم اللي أنا فيه. إيه ده؟ سامع حد بيقرب، العفاريت والأشباح بتقرب، هتخنقني، هتموتني. ايه اللي بيك يا غريب؟ انس ولا جن؟ انس زيك تمام. ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ دي بلدي وانا امير عليها كلها. امير كمان؟ قوم معايا، قوم. ها، اسمك ايه؟ اسمي ابو الألباب الحطاب. وايه اللي في ايدك ده؟ دي الحنفية. نعم، الحنفية. حنفية ايه؟ حنفية الرزق اللي كانت بتنقط، سدتها وكسرتها. ياه، باين عليك بتخرف. لا والله، هخرف ازاي؟ بص بعينيك وانت تصدق. ابص على ايه؟ على الحنفية اللي كانت في الميدان. ميدان ايه؟ الميدان اللي مليان حنفيات، وكل واحد له حنفية على اسمه. انت بتضحك ليه؟ مش مصدقني؟ مفيش حوالينا لا ميدان ولا حنفيات ولا كلام من ده. طب والجارية الحلوة اللي زي البدر المنور؟ جارية كمان؟ اللي أمرت الحراس يضربوني ويرموني برا الميدان. مسكين، الشمس أثرت عليك. تعال معايا. والله العظيم بقول لك، واللي بقوله ده حصل، صدقني. ما أنا مصدقك. تعال معايا، تعال، ولما تفوق من ضربة الشمس نبقى نتكلم. ركب معاه الفرس وراح معاه القصر. قصر عالي حيطانه من الذهب خالص، قصر جدرانه عالية منقوشة بالرسومات، وجواه فرش ما ينعد وستاير من الحرير الأخضر. عز وجاه لا شفته ولا حتشوفه يا حطاب، جواري وحشم وخدم حواليك زي النجوم طالعين، وفي لمح البصر لبسوك الحرير انت التاني، وخدوك عشان تمثل ما بين يدين أمير البلاد. أهلا يا غريب الديار. اسمي أبو الألباب. أهلا يا أبو الألباب. أنا فين؟ أنت هنا في قصر العز والخير، قصري. طب والميدان راح فين؟ لسه مصمم على حكاية الميدان اللي بالحنفيات مليان؟ سددتها يا مولاي. ولا يهمك، طمعت وجيت أزود الرزق، سددتها. اللي انت عاوزه موجود هنا عندي. السعادة يا مولاي؟ السعادة؟ رزقي القليل حرمني من السعادة وطير من عينيا النوم. بس كده؟ وهو كل ده شوية يا مولاي؟ الرزق عندي هنا كتير. كتير ازاي؟ الحنفية مسدودة. ارمي الحنفية من ايدك. وأنا بقى هفتح لك بيبان الرزق كلها والسعد. صحيح يا أمير البلاد. إن كنت طالب الرزق عندي بالكوم، طالب السعادة عندي منها كتير. صحيح. يبقى الشيخ صدق لما قال لي جاور السعيد تسعد. هتجاورني وهسعدك وهعوضك عن كل اللي راح منك. يا حراس، ابنوا له بيت جنب القصر. الله يبارك فيك. وخدوه دخلوه اوضه الرزق، ياخد على قد ما يقدر ويشيل. احمدك يا رب.
وعلى سلالم من مرمر طلعت يا ابو الألباب، وبين الحجرات المنقوشة بالفضة كانت فيه حجرة ليها 7 أبواب، كل باب من الذهب منقوش ومن الفضة. وفتح الحراس الأبواب باب ورا باب، ومن آخر باب دخلت يا حطاب على حجرة ما شافت مثلها عينك، حجرة واسعة كبيرة مليانة بالخيرات، صناديق ذهب وحرير ومن كل صنف ولون. ووقفت يا مسكين محتار، تاخد ايه وتسيب ايه؟ ايه ده؟ دهب، كل ده دهب. كل الرزق ده قصادي اشيل منه على قد ما اقدر، كل ده لي انا اشيل منه، محدش يقول لي رايح فين. امال كنت مدوخ نفسي ليه في الحطب والغابه وتقل حمال؟ كنت تعب نفسي ليه طول عمري في الشقا والفقر والتعب؟ مادام الرزق هنا بقى امد ايدي اشيل منه على قد ما اقدر. هشيل على كتفي واعبي في جيوبي وارفع صناديق الذهب فوق ظهري وهيص. الرزق في ايدين الامير، انفتح لك شيل يا ابو الألباب. شال أبو الألباب من الخير الكتير، وحمل من الرزق الوفير. حاجة واحدة كان بيرددها، وكان ناس اللي أقوى منه منها. كان بيقول الرزق في ايدين الأمير انفتح لي، ونسيت يا أبو الألباب إن الرزق له في إيد عبد ولا أمير. الرزق عنده هو يا حطاب. ونزل الحطاب من على السلالم المرمر شايل الذهب والمال، عطرت رجله على السلالم، سقط على الأرض جثة همدة لا بتتحرك ولا فيها نفس. وتجمع حواليه الحراس، لقوه فارق الحياة، وعلى جبينه كلمتين مكتوبين بحروف من نور. على جبينه كان مكتوب: الله تعالى يهب الرزق لمن يشاء، هو الذي يخلقه وهو الذي يرزقه وهو الذي يميته ثم يعيده خلقا آخر، وهو على كل شيء قدير. توتة توتة هي اللي معانا، خلصنا الحدوتة الليلة. توتة توتة هي اللي معانا، خلصنا الحدوتة الليلة. راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة. راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة. الحواديت لسه هتحلو وهنسمع ونعيش في الجو. الحواديت لسه هتحلو وهنسمع ونعيش في الجو. بس ان شاء الله ده اللي سمعنا ما تقولش عليها ملكوتة. بس ان شاء الله ده اللي سمعنا ما تقولش عليها ملكوتة. توتة توتة توتة. ايوه خلاص الحدوتة. لقاؤنا الأسبوع القادم. أحمد عبد الفضيل، خالد منيب. ايوه خلاص الحدوتة.